ما بدهاش يا رجالة. هنروح لخطة الطوارئ، ركزوا معايا. هننزل ناحية اليمين محمد هاني، ونشيل حجازي وننزل بداله ياسر ابراهيم. يبقى كده عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمد هاني، وفي نص الملعب مروان عطية وامام عاشور، والباقي زي ما هو. ويبقى كده خطة الاهلي. اظن انتوا ما عندكوش حجة، عارفين تكسبوا ازاي وتجيبوا البطولات ازاي. مش هوصيكوا. ايه ده؟ هي دي الخطة كده بس يا كوتش؟ ايوه يا ابني، ما انت فاكر ايه يا كوتش؟ طب اسألك سؤال يا كوتش. قول يا نني. يعني انت لو عندك لاعب بيلعب في الدوري الانجليزي ولاعب بيلعب في الدوري المصري، هتختار مين؟ هختار اللاعب اللي بيلعب في الدوري المصري يا نني. لا، ما فهمتنيش كويس. طب هقربها لك اكتر. لو عندك لاعب بيلعب في ارسنال ولاعب بيلعب في الاهلي او الزمالك، هتختار مين؟ اللي بيلعب في الاهلي والزمالك يا نني لو في غزل المحله هلعبه عليك يا نني. هو هيكون مش عاجبك الكلام ده وعايز تلعب اساسي؟ طب ما انت عايز تلعب اساسي يا نني؟ اه اه ايوه يا كوتش، عايز العب اساسي. في الشارع اللي وراه، في الشارع اللي وراه يا حبيبي. دي هتبقى ثغرة في تاريخك التدريبي يا كوتش. انت كان عندك اسطورة اسمها محمد النني وبتنزلها في الدقيقة 90. انت اخر مرة لمست كرة امتى يالا؟ لسه لامسها قبل المحاضرة، كنت بجمعهم عشان نلعب بيهم تقسيمة. طيب نكمل كلامنا يا شباب. وصلنا لفين؟ ولا امه ايه؟ عايز ايه؟ عايزين نشد حيلنا بقى الماتشات اللي جايه، نرجع ايام زمان، ايام المجد. اشمعنى يعني؟ بيقول لك في كشافين من برشلونه بيتفرجوا علينا، فرصه العمر يلا يا عاشور. أنا كده كده ما يشغلنيش الكلام ده. ما يشغلكش ازاي يا متخلف؟ بقول لك برشلونه يلا برشلونه يا ابني. انا بلعب في اعظم نادي في الكون. طب بص قدامك، بص قدامك يلا يا اهبل يلا. يبقى وبكده يبقى ما فضلش غير حراسة المرمى، واللي هيقف ابو جبل. هو راح فين؟ ايه ده؟ اسمع كده الصوت ده يا كوتش. انا مصمم مش ماشي قبل ما نتأهل، ما تقولش جالي شد وتستهبل. ساكت يا ابو صلاح ليه؟ بس كده خلاص كفايه. لا عشان خاطري يا ابو جبل، قول لي كوبليه كمان. لا كفايه كده. انا بحرج، انا بتكسف. قد ايه قد ايه انت امور يا ابو جبل، وعينك حلوين. شكرا يا ياسمين. ايه سر البطوله دي يا ابو جبل؟ الشناوي هو السبب. الله، يعجبني قوي ان انت متواضع وبتحب تنسب الفضل لاصحابك. الشناوي جالي وقال لي يا ابو جبل انا اتصبت والامل فيك دلوقتي، وقام باصص لفوق كده وقال لي مصر مستنياك يا ابو جبل، انت اللي هتجيب لنا البطوله. قلت له ياه، يعني انت هتسيب اللعيبه كلها وصلاح وتريزيجيه ومرموش، وانا العبد الفقير الى الله ابو جبل اللي هجيب البطوله؟ قام قرب مني كده وقال لي انت اللي هتجيب البطوله يا ابو جبل، انت فعلا بطل يا ابو جبل وتستحق تبقى نجم مصر الأول. تحب تقولي في نهاية الحلقة؟ أحب أشكر جمهوري العظيم وأقول له إن أنا بحبكوا أوي. ميرسي. إيه ده؟ أنت بتعمل إيه هنا يا أبو جبل؟ إزاي تتهجموا كده على الناس في بيوت الدعارة؟